السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غبرت عليكم اشيامات بصح لظروف خلاتني نغبر. مهم ان شاء الله ما نبقاش نغبر بحال هكا، سواء غنبقى ننزل لكم فيديوهات فيهم الوصفات او فيديوهات اللي كنزلهم بالعاده تاع الفيديوهات العاديه اللي كنزل تاع تيك توك. مهم الطبق نتاعنا نتاع اليوم غادي يكون وجبه كامله عباره عن طبق رئيسي، مقبلات، سلطات، يعني كامل مكمول. فهنا عندي اللانشوا، عندي الميرلا، عندي الحوت الاحمر او الروجي، وعندي سمك موسى، وعندي الكالامار، وعندي الكروفات غادي نزيدها من بعد. هنا الاول غادي نبداو نديرو اللانشوا. عندي 3 المعالق نتاع الربيع بين قزبر ومعدنوس، عندي معلقه صغيره نتاع الثوم، عندي عصير حبه حامضه، عندي تقريبا 3 المعالق نتاع زيت الزيتون، تقدروا ديروا زيت عاديه. بالنسبه للربيع عندي الكمون، عندي تحميرات تقريبا 2 معالق صغار يكونوا عامرين مزيان، عندي العطريه تاع الحوت. الا ما كانتش عندكم العطريه تاع الحوت تقدروا تزيدوا الابزار، تقدروا تزيدوا القزبره الناشفه. انا من ندير العطريه تاع الحوت درت غير العطريه تاع الحوت، ودرت غير نص معلقه حيت عندي شويه حاره. وغادي نزيد شويه تاع الخرقوم، غير شويه هكا باش يعطيني اللون. غادي نجيب طبسي حدايا اللي غنحط فيه الحوت من بعد ما ندخل فيه العطريه نتاعها. غنزيد الملح، غادي نخلط المكونات كاملين، وغادي نبدا نهز في الحوت. غادي نحلو حيت انا منقيات ومحيدات له السلسل نتاعو، فغادي ندير حبه فوق حبه. غادي نبقى هكا مستمره حتى كنكمل اللانشوا نتاعي كامل. كناخذ حبه كنفتحها، كندير الشرموله لداخل فيها، وكنجيب حبه واحده اخرى كنديرها فوقها، وكندخل العطريه حتى ندير العطريه حتى من برا. فغادي نبقى مستمره هكا حتى كنكملهم كاملين. هنا غادي ندير نفس العطريه الحوت اللي باقي مع هذا الكالامار، يعني غادي ندير تحميره، غادي ندير العطريه تاع الحوت، الملح، معلقه تاع قزبر، نص معلقه صغيره تاع الثوم، عصير تاع الحامض، زيت الزيتون والملحه. فغادي نخلط المكونات كلها مع بعضياتها، وغادي نجيب الحوت اللي انا كنكون مفلحاته، يعني مقطعاته هكا شويه باش تدخل العطريه فيه كامل لداخل. وغادي نبقى ندير له الشرموله هذه ونحطو، ندير له الشرموله ونحطو. انا هذا الحوت هذا عطرته بحال هكا تقريبا قبل ما نقليه بشي 3 ولا 4 سوايع، يعني خليته يشرب هاد العطريه مزيان. فنفس العطريه اللي درت الحوت موسى غادي نديرها للروجي، غادي نديرها للميرلا حتى هي الملح حتى غادي نخليتها بالديل ديالها، لانه بغيت ندخلو هكا في الفم ونخليها تعطو. هنا فاش كنت كنخليها تعطو كتعض لي الليغون ديالي، شدت معايا العكس مثل الذين ما على اي. المهم بقيت كنعطرهم كاملين بحال هكا، وغادي ندوز نعطر حتى الكالامار نتاعي. دابا تشوفوني شنو غادي ندير كعطريه فيه، يعني ما غاديش ندير له شي حاجه مختلفه. غادي نهز الكالامار، غادي ندير فيه كاس عنبه نتاع الحليب، تقدروا ديروا غير الماء مع الخل او مع الليم، او تقدروا ديروا نص كاس نتاع الحليب مع نص كاس نتاع الماء. انا زدت له شويه نتاع الثوم، زدت له شويه العطريه نتاع الحوت، زدت له شويه نتاع الربيع، شويه نتاع الملحه. وغادي نخلط المكونات كلها مع بعضياتها، وغادي نخليه حتى هو يترقد في هذا الحليب هذا اقل شيء 2 سوايع ونص حتى 3 سوايع. غادي نغطيه هو واللانشوا تاعي بالسلوفان. نحط الاخر ديجا راني حطيته في بواط، وغادي نحطو في الثلاجه باش يترقد ليا. هنايا غادي ندوز نوجد معكم المقبلات. كمقبله الاولى طبعا غادي ندير زالوك، محبوب الجماهير او محبوب المغاربه كاملين. فغادي نشد
جوج نجالات نتاوعي كنت شويتهم ليله قبل، غادي بحال هكا نهرسهم بالموس، غادي نضيف عليهم شويه تاع الثوم، غنضيف عليهم شويه تاع الربيع، غادي نهز مطيشه نتاعي اللي كنكون حيدت لها القشور حتى هي غادي نقطعها رقيق كما كتشوفوا. تقدروا تحكوها، انا بغيت نقطعها بحال هكا غير بالموس، وغادي نخلطها مع هذاك الدنجال والثوم والربيع. وفي مقله غادي ندير شويه تاع زيت الزيتون، وغادي نحط هذاك الدنجال تاعي مع مطيشه والثوم والربيع. غادي نزيد 4 كنورات، تقدروا ديروا غير الملح. غادي ندير معلقه صغيره نتاع مطيشه الحك، غادي ندير شويه نتاع الليم، غادي ندير التحميره، غادي ندير شويه العطريه نتاع اللحم، شويه نتاع الابزار، شويه نتاع القزبره، شويه نتاع البصله مجففه، شويه نتاع الابزار. وغادي نخلط المكونات كلهم مع بعضياتهم، وغادي نخلي هذاك الزعلوك يتشرب العطريه وهذيك مطيشه تذوب مزيان. وغادي ندوز نوجد معكم المقبله رقم 2. المقبله رقم 2 عباره عن فول اللي انا كنكون فورتو فوقاش هذيك كنحطو عندي في الكونجيلاتور. عندي حبه مطيشه حتى هي مقطعها رقيق، عندي الربيع، عندي الثوم، عندي عصير حامضه، وعندي مطيشه الحك او المطيشه كونسونطري. مقله غادي ندير زيت الزيتون، غادي ندير المطيشه اللي انا قطعتها حتى هي حيدت لها القشور وقطعتها صغيره، تقدروا تحكوها كذلك. غنخلي حتى الزيت نتاعي يسخن، وغادي نحط فيها مطيشه، ومره كنحرك هذاك الزعلوك حدايا. انا هادو كاملين درت لهم تحضير مسبق، حيت المقبلات كتنتكل شويه بارده، ما مش ضروري تكون سخونه. غادي نحرك هذيك مطيشه مزيان حتى كتذوب ليا، ومن بعد غادي نحط فوقها الفول. انا زعلوك طفيت عليه وحطيت الفول. في الاثناء اللي كان الفول كيذوب فيه مع هذيك مطيشه، انا كنت كنكرس الخبز نتاعي، لانه اول حاجه بديت بها هي الخبز. غادي تشوفوني نطيب معكم واحد الخبزه. هنا الفول نتاعي صافي داب كامل، وبديت كنخلطو مع هذيك مطيشه. غادي نضيف له راس نتاع الثوم، تقدروا ديروا الثوم اللي هي الطبيعيه او تقدروا ديروا مجففه. غادي ندير 2 معالق صغار نتاع الربيع اللي حتى هو طحنته في هذا النهار هذا وجدته، عصير نص حامضه، 4 كنورات، تقدروا ديروا الملح، معجون طماطم. بالنسبه للعطريه غادي ندير كمون، غادي ندير ابزار، غادي ندير تحميره، غادي ندير البصله مجففه، غادي ندير شويه العطريه نتاع اللحم حيت كتعطيها واحد المذاق وواحد الانتقاليه زوينه. كنخلط المكونات كلهم مع بعضياتهم، كنخلي داك الفول كيتشرب هذيك العطريه، وفي نفس الوقت كيطيب. هو ديجا راه طايب، مي يعني كيتشرب، كيولي خاتر كما راكم تشوفوه دابا. صافي هنا غادي نطفي لهم لانه كلشي وجد معايا، وغادي ندوز نبدا نطيب في الخبز. هنا غادي الخبز ديجا كنت شاركت معكم قبل، فغادي نطيب معكم غير خبزه باش تشوفوها على السريع. بلي حتى الخبز اليوم عجنتو بديت به هو الاول كاع. هنا صافي هو تقريبا وجدات ليا. وهنا الخطوه الزوجه اللي غادي نديرها، غادي هذاك الكلامر بعد ما درت ليه 3 تاع السوايع صفيتهم الحليب مزيان، وغادي نديرو فرق اللي كيشرب الزيت او الماء باش ما يبقاوش فيه كاع السوائل. وهذاك الحليب انا غادي نزيد عليه 2 معالق 3 معالق نتاع الدقيق باش نردو بحال الاخر الخليط نتاع لي كريب، غير هو شويه ثقيل، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه لانه كنت ديجا درت كلشي مع الكلامر فاش كان كيتنقع. فوجدت غير هذا الخليط هذا. كتشوفوا القوام تاعو كيفاش كيكون. هنايا بعد ما الكلامر نشف لي بالسوائل كاملين، غادي نديرو في هذاك العجين. تقدروا بلا ما تدوزوا هذه الخطوه هذه، ما ديروهاش تمرغوه غير في الدقيق وتقليوه. بصح انا باش كنبغيه يكون في هذيك القرمشه كنديرو بحال البني. فانا هنايا غادي نهز الكلامر تاعي، غادي نغمسو في هذاك الخليط نتاع العجين والحليب، ومن بعد غادي نهزوه وغادي نمرمدو في لاشابلور. تقدروا ديروا اي نوع من لاشابلور عندكم. انا عندي هاد لاشابلور تاع الشينوا اللي كتكون غير بالبابا،
كتكون بيضه. فغادي نمرغو كامل في لاشابليو. بالنسبه لي زونشوا انا غادي ناخذ السميد، غادي ندير فيه شويه تحميره، شويه العطريه تاع الحوت، شويه تاع الملح وشويه تاع الكمون، وغادي نخلطها وغادي نغمس فيها هاد لي زونشوا بحال هكا. حيت هادو انا ما غاديش نقليهم، غادي ندخلهم في الفران كما غادي تشوفوا معايا. هنا بعد ما مرغتهم كاملين او مرمتهم كاملين في السميد، كتجي ديك الكلمه شويه غريبه، في السميد بحال هكا. غادي نجيب صينيه، غادي نفرش فيها ورق الزبده او المول اللي غادي يدخل الفران، غادي ندير فيه شويه تاع زيت الزيتون، وغادي نستف فيه هذوك لي زونشوا او السردين، راه نفس الطريقه كديروها حتى للسردين. غادي نستفهم بحال هكا. نحاول نقادو مزيان، وغادي ندير فيه واحد الخطيط نتاع زيت الزيتون من الفوق، وغادي ندخلو الفران. هنا غادي نبدا في القلي، غادي نبدا نقلي في الكالامار هو الاول، وفي نفس الوقت كنقلي الفريت في الاخر في الاير فراير. وها هو لي زونشوا نتاعي ديجا هم في الفران، شلت عليهم ونحل لكم الفران باش تشوفوهم. غادي نبدا نقلي في الكالامار. كما كتشوفوا خص تكون الزيت غزيره وتكون سخونه بزاف. اللي كيقول لك انه الزيت ما خصهاش تكون سخونه بزاف، لا خصها تكون سخونه بزاف، لانه الكالامار ما كياخذش وقت كبير باش كيطيب. حنا بغينا دغيا يتحمر ويطيب غير شويه من الداخل، لانه باش يبقى رطب، لانه الا دوزنا عنده الطياب راه كيولي بحال شي لاستيك، انت كتجبديه هو كيجبد. فخص تكون الزيت سخونه بزاف. وفاش كتذهب جهه كنقلبو، كنخلوه يزيد يذهب من الجهه الاخرى. وفي نفس الوقت انا فاش كنحيد الحوت نتاعي، باش كنقول لكم لانه انا درت شويه تحضيرات مسبقه قبل العشاء، في الوقيته اللي كان الحوت نتاعي اللي كنحيدو عندي خاصيه في الفران، كتبقى لي الماكله سخونه، فخدمتها. اللي ما عندوش ديك الخاصيه يقلي كلشي خطره واحده باش كلشي تحطه هو سخون. انا هنايا كنحيد الكالامار بعد ما تذهب ليا، غادي نبقى مستمر هكا حتى كنكمل الكونتيتي كامله اللي عندي. هنا فاش درت المقله الاخر تاع الكالامار، غادي ندوز نمرغ الحوت الاخر عندي في الدقيق اللي حتى هو درت له شويه العطريه تاع الحوت، شويه تحميره، شويه كمون، شويه ملحه، وغادي نبقى نمرغ فيه الحوت نتاعي كامل. حوت موسى، الروجي والميرلا. غادي بحال هكا الحوت اللي غادي نبغي نقليه كنمرغو وكندوز نقلي. والحوت ما تبقاوش غير تقلبوا فيه باش ما يتفرتت لكمش، خلوه حتى كيطيب من واحد الجهه عاد قلبوه. انا اسمحوا لي الاضاءه كانت خافته وما انتبهت لهاش كاع نهائيا، بقيت مخادمه الكاميرا وناسيه، لانه باغيه نزرب نقلي كلشي دغيا خطره واحده ونحط العشاء حيت كنت شويه معطله، مع انه بديت تحضيرات مسبقه. هنا غادي نبدا نقلي حتى الروجي نتاعي، لانه صافي حوت موسى تقريبا قليته كامل، بقات لي غير واحد الحبه، وهذيك الحبه اللي راه حدايا تما غادي نحيدها دابا. فبديت كنقلي في الروجي. هنا درت شويه من الحوت باش الواحد يقدر ياكل كل شيء. ما كثرتش الانواع تاع الحوت، ما كثرتش الكميه تاع الحوت بزاف، لانه دايره انواع بزاف. فهنا بعد ما انا كنت حساب لي كنت كنصور معكم فاش كنت كنقاد التفصيل تاع الحوت نتاعي، من لقيت الكاميرا طافيه، فرشت الورق نتاع معدنوس وقزبر وحطيت عليهم الحوت كما كتشوفوا بحال هكا، وزينت. وغادي نزينوه شويه بالحامض وشويه معدنوس وقزبر نردينا، هو غادي جاي كيسقي فوقاش العشاء غادي يتحط. هنايا لي زونشوا حتى هما حطيتهم في الطبسي.
المقبلات نتاعي كنت ديجا عمرتهم وزينتهم بقطع نتاع الليمون وقشور نتاع الطماطم على شكل ورده. هنا الطبسي نتاع الحوت تاعي حطيت فيه الانصاف نتاع الزيتون وزينته شويه بالربيع. حتى الطبسي نتاع لي زونشو حتى هو زينته بالربيع. المقبلات نتاعي كذلك. الفريت باقي عادرها في الاير فراير، راه كت شو سميتو كطيب. هنايا الخبز نتاعي حتى هو جبته كان واجد هو فوقاش هذه، يعني هو اول حاجه وجدات من بعد المقبلات. فكنستنى غير الفريت نتاعي تصبح واجده ونحطها حتى هي. هنا الطبسي نتاع السلطه حتى هي وجدات، درت غير الخس والخيار، الخس بانواعه كانش هذيك الساشي كيكون فيها بزاف تاع الانواع، وزدت عليها الخيار بعد ما غسلتهم بجوج بهم واستكثرتهم مزيان. وهكا الوجبه نتاعي كتكون واجده. هي راه ما كانتش غدا، كانت عشاء، كانوا جاو عندنا شي ضياف، فكنت ديجا الحمد لله موجده هادشي لينا بصح كتاب حتى الضياف ياكلوه معنا. فدابا هذا هو الطبق نتاعي نتاع اليوم، بالسلطه بالفريت بزعلوك بالفول بالطبسي نتاع الحوت اللي مشكل بالخبز طري بلي زونشوا. فان شاء الله ينال هاد الاقتراح استحسانكم، ولو حاجه فيه على الاقل تنال استحسانكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. تهلاو ومع السلامه.